اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم أويس. لأول مرة دخلت القناة ما تنساش تشترك في القناة فضلا وليس أمرا، ومرحبا بكاع المشتركات الجدد. بما أنه رانا في سلسلة المشاريع لنساء الماكثات في البيت أو البنات الماكثات في البيت، جبت لكم اليوم فانيك فكرة بسيطة وشابة ومربحة في نفس الوقت. البنات، بما أنه راهو قريب يناير أو رأس السنة الأمازيغية، روماركيت باللي قاع اللي يخدموا القفف يخدموهم بالخيشة، وما كاش اللي خدمتهم بهذا الخيط ولا هذا الكوردون. لذا جاتني هذه الفكرة باش نعطيها لكم البنات. فكرة شابة والتطبيق تاعها سهل. كيما رانا نشوفوا لهنا البنات تحتاجي غير كوردون هذا اللي يجي كلاسيك اللي يلمع. هو كاين هذاك السامبل وكاين كيما هذا يلمع. هذا اللي يلمع يجي شباب في السلة تاعنا. البنات كيما رانا نشاهدوا لهنا باستعمال الماشينه تاع الخياطه نبقاو ندوروا فيها هكذا. ولا اللي ما عندهاش الماشينه تاع الخياطه تقدري تنفذي هذه الفكره غير بالبيستولي. تسحقي غير بيستولي وتبقاي تدوري في هذا الكوردون، بصح بشرط لازم تزيريها مليح مليح باش ما يجيكش الفراغات. كيما راح نشاهدوا لهنا في لا فيديو، هذه السله اللي حنخدموها راح نخدموا سله كبيره، بصح حنا نحتاجوا سله صغيره، يعني نخدموا بنفس الطريقه ونفس الفكره، بصح ما ندوروش الكوردون بزاف، يعني غير شويه ونبداو نطلعوا في القفه ولا السله تاعنا. ونقدروا نزيدوا لها البنات اضافات اللي يتوالموا مع هذه المناسبه. نجيبوا هذوك الزيغزاغ اللي يستعملوه في هذيك الحرج ولا كيفاش يقولوا لها الحاشيه اللي يستعملوها في الجبب تاع القبايل، اللي يخيطوا بها الجبب تاع القبايل. كاين بزاف اشكال والانواع عند اللي يبيع دوزان تاع الخياطه. تجيبي منها وتشبحي بها السله تاعنا، وكل وحده تتفنن هي في الديكور تاع السله تاعها. قد ما تخدميها شابه قد ما راح تجيب لك الزبائن اكثر، وتكوني انتيا فريده من نوعك. هي الفكرة تكون بين يديك وكل وحدة والذوق تاعها. وكيما رانا نشاهدوا في هذو المواسم تقدر تدي فيها وحدة المهيبة، يدو فيها الحلوى للعرايس، ولا تخدميهم اذا خدمتيها كبيره. بصح اذا خدمتيها صغيره راهم يديروهم الاطفال الصغار، راهم يدوهم معهم للمدارس، يحتفلوا بهم، يعني راح تلقاي مبيعات لهذو السلل تاعك. هذه كنقطة. أما النقطة الثانية كما قلت لكم تدو الفكرة فقط، الفكرة كيفاش نخدموا هذه السليلة. تقدروا كي يخرج الموسم تاع الاحتفال برأس السنة، لأنه مش راح يدوم، يبقى شهرين يلحق توجديهم مقبل يلحق وقت تاع الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يفوت موراها خلاص. إذا درتي ستوك كثر من المطلوب اللي راهم يحتاجوا الزبون راح يبقى لك حتى العام الجاي. لازم تكون هذه النقطة في راسك. لذا لازم تخدمي حسب الطلب. خدمي 2-3 حبات، صوريهم مليح وعرفي كيفاش تعرضيهم، وخدمي حسب الطلب. ما تخسريش اختي في المشروع تاعك. واذا حبيتي عجبتك الفكره تاع السليلات تقدري تخدميهم كيما رانا نشاهدوا في لا فيديو. رانا نخدموا في سله نقدروا نحطوا فيها الكوسميتيك، كاين سلل نديروهم في الكوزينه للخبز، كاين سلل اللي راهم يديروهم في الخزانه يحطوا فيهم الحوايج المناشف. تقدري عندها عده استعمالات على حسب الشكل اللي راكي تديري فيه. والبنات إذا حبيتوا صح تنجحوا في المشروع اللي راكم فيه، الوقت اللي رانا فيه ذكر راهو يعتمد على الآلة التجارة الإلكترونية، يعني كلش راهو في لي ريزو سوسيو. يعني تحطي المنتج تاعك تبيعيه من دارك بلا ما تروحي لأي محل. هي تقدري لهنا تديه اللي عندها متوفر قدامها محلات اللي يبيعوا الأواني، تقدر تديهم تبيعهم له. إذا ما كاش ما تكسريش راسك من دارك وانتي حليتي محل. تقدري تفتحي باج فيسبوك ولا انستغرام
لازم التصوير تاع المنتج تاعك يكون ذو جودة عالية باش تجبدي الزبون ليك، لأنه المنافسة في السوق راهي كبيرة بزاف بزاف البنات. كي تفتحي باجة جديدة ديري لها سبونسوريزي، معليش تحطي عليها شوية دراهم بصح يطلعوا لك المتتبعين باش تقدري تعرضي السلعة تاعك، يعني تولي في الفايدة، صح تحطي عليها بصح تولي في الفايدة. البنات كيما قلت لكم من قبل، الافكار تاع المشاريع كاينين وكاينين وكاينين، كاين بزاف بزاف من الافكار، بصح لازم نكونوا اذكياء ونعرفوا واش نخدموا كفكرة في الموسم اللي رانا فيه، وشنو هي الحاجة اللي راهي مطلوبة في السوق. لازم نديرو دراسة المشروع قبل ما نبداو في أي فكرة، يعني نشوفوا الموسم اللي رانا فيه، مثلا موسم تاع الدخلة تاع ليكول نديرو المآزر للأطفال، كما مثلا راو قرب يناير نديرو هذو السلل وهذو القفيفات، كما في رمضان يمشو هذوك لي تارتولات. كل وقت وكل موسم مش عنده الحاجة اللي تتباع فيها. هذه هي البنات. شوفوا البنات كيما رانا نشاهدوا دوكا في لا فيديو، هكذا نبداو نطلعوا في الجناب، تبقاي تطلعي تدوري في الكوردون وانت راكي طالعه على حساب الشكل اللي راكي حباتو انتيا. اذا حبيتيها عاليه تبقاي تزيدي في الكوردون وزيدي تطلعيه. واختيار الالوان ثاني يلعب دور ويعود اليك والى الذوق تاعك. شوفي لهنا كي بدلنا الالوان درنا زوج لونين، لون في القاعده ولون في الجناب اللي حنطلعوهم في السله تاعنا. شوفوا كيفاش خرجت، حاجة سهلة وما تشتش اليد وشابة في نفس الوقت، وعندها عدة استعمالات كما قلت لك من قبل. أنا كملنا هنا البنات، أنا قطعناها كملنا بالماشينة كما رانا نشوفوا، ومن بعد نحرقوا التالي تاع الكوردون، نحرقوه باش ما ينسلش. هاي كيفاش خرجت شابة ومتحوفة، والديكور كما قلت لكم يعود إليكم، كل وحدة كيفاش تحب تديكوريها. كاين اللي يحبوا يزيدوا لها الحاشيه، كاين اللي يحبوا يزيدوا لها لي بيير، كل وحده واش تحب دير لها. البنات كل وحده حابه دير مشروع تتوكل على ربي وتبدا، والتوفيق يبقى باذن الله سبحانه وتعالى. المهم واحد يدير الخطوه الاولى في السعي باش يسترزق، هذه هي. شوفوا البنات اللي هنا درنا فيها الكوسميتيك تخرج شابه، قلت لكم عندها عده استعمالات. واذا عجبتكم من لا فيديو البنات ما تنسوش تحطوا ديروا جيم وتشتركوا في القناة، وراح نزيد نجيب لكم افكار، والسلسلة مش راح تخلص لهنا. الفكرة اللي حتجيني في راسي ولا حنصيبها مليحة ليكم وراح تستفادوا منها راح نحطها لكم. راكم اخواتي عند الله، راكم خياتي. شوفوا لهنا البنات كي درناها بلون واحد ذهبي وصغيرة، هذه على الأولى اللي خدمناها خرجت تاني شابة متحوفة.